نفسي الف على الشعب المصري كله واقول له حاجه واحده: الكلام اللي انت بتقوله لابنك في يوم من الايام هيكون ده صوته الداخلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو حد خلف وعنده طفل صغير وبدا ان هو يقول له الله انت جميل، بيسبورت هيز وبيقول له ان انت قد ايه انت تحفه وقد ايه انت جميل وقد ايه جود جوب على فكره وقد ايه ان انت جميل في الحته الفلانيه، ويبدا ان هو يشوف المميزات بتاعته ويغذيها ويبدا ان هو يشوف عيوبه ويحاول ان هو اتس اوكي لو هنعرف نصلحها تمام والكلام ده. ان ده مع الوقت لما الشخص ده يكبر هيبقى عنده سيلف استيم عالي قوي وهيبقى عنده سيلف كونفيدنس عاليه جدا، هيبقى شخص واثق من نفسه، شخص عنده ابداع، شخص اقل عرضه للامراض النفسيه والمشاكل النفسيه، وشخص عنده تقدير لذاته، شخص يعني حاجه تانية. على الصعيد الاخر لما يكون شخص احنا وهو صغير بنقول له انت فاشل، انت نقصت الدرجه دي في ايه، انت عندك مش عارف ايه، كل الكلام ده، يكبر يبقى عنده بيرفكشنزم، عنده مشاكل نفسيه، عنده حاجات كتير قوي محتاجه تتصلح. مع الوقت الطفل الصغير اللي انت بتقول له انت فاشل، ده لما يكبر هيقعد يقول لنفسه انا فاشل. يعني فكرة ان هو اللي احنا بنقوله للاطفال وهم صغيرين ده مع الوقت بيبقى صوتهم الداخلي. يعني لما يتقال لي حاجة وانا صغيرة لما اكبر انا هقولها لنفسي. فاتمنى الناس تعرف قدر الافعال او قدر الاشياء اللي بيعملوها مع اولادهم وهم صغيرين، ان ده هتبقى هم وهم كبار. يعني لو مسكت طفل صغير قعدت اقول له انت تعجز عن فعل الشيء ده او انت اساسا كده كده فاشل انا اصلا ما بحبكش، ده هيتحول ان هو يبقى عنده شخص عنده 25 سنه قاعد في مكتبه مش عايز يشتغل خالص، او قاعد في البيت، او شخص بطاله خالص قاعد بيكلم نفسه انا حد ما بيعرفش يعمل اي حاجه في الحياه حتى لو محقق انجازات، وانا حد ما بحبنيش، ومش هيبقى بيحب نفسه ومش هيعرف يحب نفسه. فاتمنى الناس تاخد بالها من فكره ان الكلام اللي احنا بنقوله للاطفال مع الوقت ده بيبقى صوتهم الداخلي اللي عمره ما يتغير ابدا، ان عمره ما يتغير ابدا مهما حتى حاول. هيتغير بس هيبقى ايه حاجه صغيره، فليه نعمل مشكله اصلا من الاول؟